السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عندي سؤال بالنسبة للصوفية ودعائهم في ليلة النصف من شعبان وقيامهم لهذه الليلة وصيامهم صبيحة النصف من شعبان. ما بعرف شو رأي فضيلتكم بالنسبة للجماعة دي. معروف عند أهل السنة حقا أن قيام ليلة نصف من شعبان وصيام نهار نصف شعبان هما أمران مبتدعان غير مشروعين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وبقية السلف الصالح أنهم كانوا يهتمون بإحياء هذه الليلة وبصيام نهارها الذي يليها. هذا هو السبب الأول. ونحن نعتقد جازمين غير مرتابين ولا مترددين أن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ويترتب من وراء ذلك أن كل عبادة حدثت بعد هؤلاء السلف الصالح فهي بدعة. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة على كل بدعة مهما كان شأنها ومهما زخرفها وزينها أصحابها. فالأمر كما قال رجل من كبار أصحاب الرسول عليه السلام ومن أتقاهم ومن علمائهم ألا وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا الأثر الصحيح الثابت عن ابن عمر هو تفسير واضح جدا مؤكد لعموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة. وهو يقول بلسان عربي مبين: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وإذ الأمر كذلك فصيام نصف شعبان وقيام ليلة النصف أمران محدثان لم يكونا في عهد السلف الصالح. هذا أولا. ثانيا، إن الذين يستحسنون الاعتناء بصيام في يوم النصف من شعبان وقيام ليلة النصف يعتمدون على حديث إسناده ضعيف جدا، وهو مما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك مما لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ثم ذكر فضيلة بالغ فيها الراوي الذي زين له سوء عمله أن ينسب هذا الحديث إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه غفر له يعني في ذلك اليوم كذا وكذا من الذنوب والمعاصي. فهذا الحديث شديد الضعف لا يجوز العمل به حتى عند الذين
يظنون أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنهم يشترطون شروطا منها أن لا يشتد ضعفه، وهذا الحديث ضعفه شديد. يضاف إلى ذلك بالنسبة لصيام يوم النصف قوله عليه السلام الثابت عندنا نسبته إليه: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ولا شك أن اليوم 15 هو يوم النصف شعبان، وبخاصة حينما يكون شعبان ناقصا، حينما يكون 29 يوما، ويكون في هذه الحالة هو النصف أكيد، فلا يجوز صيامه. إذن الذين يهتمون بصيام يوم النصف من شعبان أخطأوا مرتين، بل نستطيع أن نقول 3 مرات، لكن إحدى الثلاث نقول بتحفظ. أخطأوا مرتين لأنهم عملوا بالحديث الضعيف جدا كما شرحنا القول فيه آنفا. وإذا قالوا نحن لسنا بحاجة لهذا الحديث، جاءت المرة الثالثة التي أشرت إليها، وهي أنهم ابتدعوا في دين الله ما لا أصل له. والمرة الثالثة وهي واضحة جدا أنهم خالفوا الحديث الصحيح الذي قاله عليه السلام وذكرت لكم آنفا: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. فلا ينبغي الاهتمام بليلة النصف إطلاقا، لأنه لم يصح في فضلها شيء مطلقا، ولأن السلف الصالح لم ينقل عنهم هذا الاهتمام الذي نسمعه من هؤلاء الخلف. أما النصف من شعبان فبالإضافة إلى أن الحديث المذكور آنفا لم يصح، فقد صح عكسه وخلافه، وهو إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ومن العبرة بهذه المناسبة أن نجد عامة الناس مع الأسف الشديد يهتمون ببعض العبادات التي لم تصح لا رواية ولا دراية، ما لا يهتمون بالعبادات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خلاف بين علماء المسلمين في شرعيتها، ويهتمون بما لا يجوز الاهتمام به ويعرضون عما ينبغي الاهتمام به. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.